أقول لكم السبب في إن ربنا منحه النعمة دي. سيدنا سليمان كان عنده 20,000 من أجود وأجمل الخيول، وفي مصادر كمان بتقول إن كان من ضمنهم 20 فرس مجنح، اللي كان بيحبها جدا ومتعلق بيها جدا جدا، لدرجة إنه كان بيراعيها بنفسه، وكان بيزينها بالسروج والقلائد، وكان بيستخدمها في الجهاد في سبيل الله. وكان دايما وقت الغروب بيحب يعمل استعراض للخيول ويفضل يتفرج عليها. لكن في يوم من الأيام سرح فيها وفي جمالها وفي كثرة عددها لغاية ما الشمس غابت، ووقتها فاتته صلاة العصر. سيدنا سليمان غضب جدا لأن الخيول ألهته عن ذكر الله، وقال: والله لا تشغليني عن ذكر الله، وقرر إنه يتخلص منها فذبحها كلها. وفي أقوال تانية بتقول إنه تصدق بيها وبلحمها، فلما علم الله سبحانه وتعالى ذلك أبدله الله خيرا منها، وسخر له الريح اللي بتنقله من مكان لمكان وفي أسرع وقت.